كل سنة وانتوا طيبين. يلا بينا نعمل بكاكين للسحور. الوصفة ناجحة 100% ومقاديرها مظبوطة قوي. كل واحدة هتطلع مرتفع معاكي وهقولك ازاي تسويها تسوية مظبوطة. عندي هنا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، هنخله الأول قبل ما اشتغل فيه، وبعدين عندي معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقتين كبار من السكر، وكمان هضيف معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر أو باكت من البيكنج باودر. هقلب المكونات الجافة مع بعض وبعدين هضيف عليه علبة من الزبادي وزنها 170 جرام. أهم حاجة إن الزبادي تكون بدرجة حرارة الغرفة، وكمان هضيف عليه كوباية من اللبن الدافي. يبقى أنا كده ضفت علبة من الزبادي وكوباية من الحليب، وهكمل بقى عجن العجينة بمية دافية بحيث إن العجينة كلها ما تبقاش لبن أو زبادي عشان ما تبقاش مكتومة معايا. والمية الدافية ملهاش مقدار معين، أنا بس كده لحد ما العجينة تلم معايا بحط كده شوية بشوية، وبمجرد ما العجينة تلم يبقى أنا كده خلصت. في نص العجن كده لما العجينه تلم معايا هضيف نص كوبايه من السمنه على زيت، وهخليها بقى تكمل عجن، وهتشوفوا العجينه في الاخر شكلها عامل ازاي. حاولوا تعجنوها كويس جدا، حتى لو مش عندكم عجان اعجنوها على ايديكم بس كويس. هنا بعد ما اتعجنت كويس هغطيها بقى واسيبها تخمر. اول كده ما تخمر وحجمها يتضاعف هبدا بقى ان انا اشتغل فيها. شايفين العجينه طريه ازاي وملمسها حلو قوي لان عجنتها كويس، وكمان خليتها بتلزق شويه وما كترتش دقيق فتطلع معايا ناشفه. لما العجينه بيكون فيها نسبه رطوبه متوازنه بتطلع معانا طريه جدا وملساء، عكس لما بتكتروا لها دقيق. هبدا بقى ان انا اشكلها كور. حجم الكوره لما بتتفرد بتبقى بين ال 10 ل 15 سم. بعد ما اكور كل كميه العجينه هسيبها ترتاح تاني، بس مش هخليها تخمر مده كبيره عشان هي خلاص اخدت مده التخمير بتاعتها في الاول. انا بس عايزاها ترتاح شويه عشان لما اجي افردها تتفرد معايا بكل سهوله. وكمان عايزه اقول لكم على نصيحه حلوه جدا في العجن. لو انت بتعجني بايدك وما عندكيش عجان حاولي ما تشربيش العجينه دي كتير، لان العجينه لما بتنشف معاكي ما بتبقاش سهله معاكي في العجن. كل ما كانت العجينه طريه ولينه هتبقى سهله معاكي في العجن وهتندمج بسرعه. انا هنا خلصت كل الكور، عملوا معايا 20 كوره، وطبعا ممكن تعمل معاكم اكتر من كده، يعني ممكن 25 وممكن 30 لو صغرتوا حجم البكاكين شويه فهتطلع معاكم كميه حلوه جدا. بعد ما اسيبهم يرتاحوا شويه هبدا بقى في اول واحده انا كورتها وهفردها بسمك مناسب. سمك البكاكين بيبقى اتخن شويه من العيش العادي اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده. ما تحاولوش ترققوا البكاكين قوي لان البكاكين اصلا معروفه انها بتبقى سميكه شويه. هعمل بقى كل الكور بالشكل ده بالظبط، وبعد كده هسيبهم يخمروا تاني. تكونوا محضرين كده فوط كتيره وتسيبوا البكاكين تخمر لتاني مره كويس جدا قبل التسويه. احنا كده خمرناها مرتين بس، اول مره لما كانت عجينه كامله، والمره التانيه لما فردناها. اما لما كورناها فاحنا ما خليناش تخمر، ده احنا سيبناها ترتاح بس. شايفين خمرت ازاي وسمكها ارتفع شويه. انا هنا بقى قلبت صاجة الفرن وعلى نار عاليه جدا. هبدا بقى احط اول حبه اشتغلت فيهم وفردتهم فكانوا خمروا اسرع. اهم حاجه في البكاكين ان الفرن يشتغل فوق وتحت عشان لما ترتفع الوش بتاعها يتحمر وتمسك نفسها وما تهبطش تاني. لكن لو الفرن بتاعك مش شغال من فوق وتحت فللاسف شكلها مش هيكون زي البكاكين اللي بنجيبها من الافران. طيب لو مش عندك فممكن تعمليه على الطاسه ومش لازم الشكل بقى معاكي، وهجرب معاكي واحده على الطاسه وتشوفيها عامله ازاي. وممكن كمان تخلصي كل كميه وبعدين تطفي الفرن وتشغلي الشوايه على البكاكين، بس برضو مش هتديكي نفس الشكل بتاع الافران لان الوش لما يرتفع وما يتحمرش بيكون لسه طري ومش ماسك نفسه فبيهبط تاني. بصوا شايفين ما شاء الله مرتفع ازاي. هخلص بقى باقي الكميه في الفرن وهوريكم واحده على الطاسه. بتسخنوا الطاسه عادي وتقلبوها يمين وشمال وتضغطوا عليه واحده واحده كده عشان يرتفع. في الطاسه برضو بتكون ممتازه، ولكن شكلها برضو مش بيبقى زي بتاعه الافران، بس ده حل سريع للناس اللي ما عندهاش شوايه او اللي هي عايزه تعمل البكاكين بسرعه على البوتاجاز. وده الفرق بقى، لما بتكون الشوايه شغاله بتكون البكاكين مرتفعه كده وعاليه، لان التحميره من فوق بتخليها محافظه على قوامها ومش بيخلي الوش يهبط. شايفين ما شاء الله شكله حلو جدا ازاي. وصفه ناجحه 100% وما فيهاش ولا غلطه. وكميه الدهون اللي احنا استخدمناها كانت حلوه قوي، ويعتبر كمان اقل نسبه دهون ممكن تستخدموها مع البكاكين. في ناس بتستخدم دهون اكتر من كده. وعايزه اقول لكم كمان لو مش عندكم زبادي ممكن تستخدموا لبن رايب، او ممكن تستخدموا ميه ولبن بس. جربوها بقى لسحور رمضان، انا متاكده انها هتعجبكم قوي وهتنجح معاكم من اول مره. انا كده خلصت الوصفه بتاعتي، مع السلامه.